دائما نحصلوها هذا راك لقجع. يا سيدي ربي شيفوت لي هذا الليله اليوم شيفوتها. ليه عشمتونا؟ ما دام انتوا اصلا الليله حتلعبوا بدون هويه وبدون اي مجهود، ليه؟ مهربق قعدوا فيها وحدكم ضروب. واي حاجه في العالم وحشه حصلت انا السبب فيها. اكثر واحد وجه صحيح هذا قال لك المنتخب الجزائري استحوذ وشفنا نقاط ايجابيه وسنعمل على تصحيح الاخطاء. وين تعمل وين تعمل يعني ما في حتى 1% انه راح يقدر يفوز على سويسرا. ما في الا منتخب واحد راح يشرفنا باذن الله تعالى. هسه حاليا فقط المنتخب المغرب هو المنتخب الاقوى من ضمن المنتخبات العربيه بالكامل. عودوا للجزائر، عودوا الى الجزائر، هكذا لعبة. عودوا إلى الجزائر لا نريد شيئا. لا ما تقولهاش والله ماني طالق واحد. لا تعودوا إلى الجزائر، الشعب راه يقارع فيكم بالحجر. خوتي هذا وين كونفيرميت فرنسا من دخلوا كيحتلونا، دخلوا من جهة عماندي. شعب خاسر بدو 0 خارج من المونديال. ويتي فيني سويسرا تفعلها وتقول هيا عودوا للجزائر لا نريد شيئا. المنتخب الجزائري ركب الحلزونة وفلق على المطار. 2-0. اكيد سبب الخساره فوزي لكشه. نهضروا كان البالون المروك هاربين علينا بالون. اللي زعف واللي ما زعفش ربي يسهل عليه. هاربين علينا بالون. في الهضره واقع طيار فيكم غير لسان وواحد ما يبان. عود بلادكم كان غنى عليكم احنا ما فخبارناش. هو فين القوة الضربة؟ هو فين المنتخب الجزائري؟ هو فين كأس العالم في الجيب؟ هو فين مؤمة السيد فوزي لقجع؟ بيناتنا خاوتي كيف فيها لوغو تاع بواط فارماسي تربحني. قاطر ماركاو لهم يا اخو، ما قدرتش انا نماركي لهم. قاطر حاشا النعمة، قاطر تاع الخليج ماركاو لهم. اقول لكم شغله اخواني الجزائريين، تزعلوش مني، ترى انا سهران للساعه 1 وشوي. ترى عرفت مين هو السوسو والتوتو واللولو والمومو الدفاع تبعكم. لاعبين الجزائر والله عايزين يقطلعوا الكوره، والله عايزين يلعبوا وبيلعبوا بالراحه، ولا يلعبوا كره سريعه يطبطوا في الكوره. طب يلعبوا عشان الشعب. 1 2 3 فيفا الجيري في كل الظروف. تحيا الجزائر في كل الظروف. خسرنا مباراه ما خسرناش الارض تاعنا، خسرنا مباراه وما خسرناش شرفنا. للمره الألف وليست الاخيره سنظل نخسر ونخسر ونخسر. الخاسر الاكبر عباك شكون؟ هو احنا الشعب الجزائري اللي هلك صحته قاعد ساهر على جال اشباه الرجال ونفنا. للمره الألف وليست الاخيره سنظل نخسر ونخسر ونخسر. الخاسر الاكبر عباك شكون؟ هو احنا الشعب الجزائري اللي هلك صحته قاعد ساهر على جال اشباه الرجال والناس اللي راحت الميديكان وصرفت دراهم. ما هذا ما خاسر والو، هذا التالي غادي يخرج لك اعتزل دوليا وسمحونا. يعني خلاص ولد زيدان لازم يلعب. كارثه يا الجزائر، عندكم 2 قلوب دفاع كل واحد أسوأ من الثاني. علاش خوتنا طمعوا فينا وتقولوا لنا بلي نقدروا نربحوا لا سويس، وراني قاصد خوتنا صناع المحتوى وعلى بالي بلي غادي تقولوا لي عندنا اونترينر مهبول. ومن على بالكم بلي عندنا اونترينر مهبول علاش تطمعوا بلي نربحوا؟ اضعف فريق في الدور 32 هو المنتخب الوطني الجزائري، واسهل تاهل يعني الكاليفيكاسيون سهله خلاص هي تاهل تاع المنتخب السويسري. الحقيقه تقال ما عندناش ايكيب، عندنا معيز جواره باردين. المنتخب الجزائري من اضعف المنتخبات اللي رأيتها عينيا. الحاجه اللي تعجبك بيتكوفيتش قبل الماتش قال لهم نعرف مليح لا سويس، هذا يعرفهم مليح، ضربونا بزوج اداء ونتيجه. تسمى ايماجيني ما يعرفهمش كيفاش نديروا. اسوأ مباراه في تاريخ الجزائر، على بالك تخسر بمهزله كيما هذه. يا الجزائر. لما نصحتكم قبل المقابله قلت لكم الناس اللي مريضه وكذا تروح ترقد، ما فيهاش. قلنا الصيف تعرفوا من خريفه. او دراجي قال لكم الجماهير الجزائريه لا تطالب بالفوز في كل مقابله، وقال لكم كثير من المنتخبات خرجوا في دور هذا. هربوا من الإسبان واحتفلوا بهدف النمسا رغم تعاونهم في أكبر فضيحة في تاريخ المونديال، وشجعوا هولندا ضد المغاربة. ثم ماذا؟ هذا والله 10 دقائق ناقصيوه. لا يعني علاه انا متاكد الاردن لو كانت تاهلت كانت قدمت اداء احسن من كده. وبعدين الفاشل ده ليه يكون حارس؟ ليه لوكاس زيدان ده ما ماخذ من ابوه غير اسمه. اهو اللي قدامك ده مثال حي ان مفيش حاجه بوظت كره القدم في التاريخ قد الواسطه. تقدر تقول لي كابتن لوكاس زيدان ده ايه المميز فيه غير ان هو ابن الاسطوره زين الدين زيدان؟ يعني الواد ده اتشاط عليه 7 كور دخل منهم 10. احنا العرب كان عندنا امل المنتخب الجزائري يتاهل الى دور ال 16 على حساب المنتخب السويسري، بس على قولة حفيظ الدراجي
عودوا الى الجزائر لا نريد شيئا. كاع ماشي منتخب يروح يلعب لا كوب دي مون، ما نروحوش نلعبوا كوب دي مون، نهضروا بولا خوتي. للاسف هذا المنتخب الجزائري اللي عندك. عودوا الى الجزائر. انت اوبليجي. بدون روح مستحيل، ولا كأن لاعبين محتاجين الفوز حتى يتأهلون ويفرحون الشعوب العربية. انا عجبني غير المهاجم السويسري ملي سجل الهدف، شو كيفاش دار ليه زعما تشراق الفم، فيكم غير تشراق الفم فيكم غير الفم، اما في الميدان والو في جميع المجالات. والله لن تصبح المغرب، قلناها لك من زمان. تعاونتوا مع النمسا لإكساف سوريا وإيران، وشردتوا من إسبانيا ولصلصة وجل من سويسرا. خروج من كأس العالم ومن الدور 32 على يد منتخب بحال سويسرا كيطرح أكثر من علامة استفهام. سويسرا كانت عندها واحد العقدة اللي هي أكثر من 88 عام ما حققت حتى انتصار في الأدوار الإقصائية في كأس العالم. خدتها من بدريها بدري يعتبر من الدور الأولاني. لا إله إلا الله. قانون قلب ونيف وبالون وتاكتيك وتقبير وكاع صوالح وكرينطا وكاع كلش. متالي هاربين علينا خويا، نهضروا لا فيريتي. يلا دابا كلكم كاع افريقيا دوروا البارابولات للمغرب، راه المغرب دوروا البارابولات للمغرب. سبحان الله كاع اللي خرج لعيب في المغرب ها هو كيطيح واحد بواحد، ها السنغال ها الجزائر والى غير ذلك. يا وعيب اليوم والصرا خاوتي، على بالك ولا ما على بالكش؟ ما تقدرش تدخلها لي في راسي باللي ورا هذه الخطه، ورا الخطه تاع الماتش يا خو. يا وعيب يا خو، وصلوها في الكارديا هذه يا ديفونس. اقسم بالله دفاع الجزائر مثل سوسو وتوتو ومومو ولولو. ايش فيه؟ الساعة عندي 1 وشوي، اظني سهران عشان اشوف هيك عفن دفاعي هيك. واثنين من مين؟ من سويسرا. انا والله اللي محروق واللي متضايق عشانه في الجزائر الجمهور بتاع الجزائر. المعلق حفيظ دراجي من كتر مش عارف يتكلم، يعني مش عارف هو حتى كان بيلقب المدرب المجنون، لان المدرب اصلا ما بيعملش حاجه في الفريق. المهم صحابنا ما عندناش منتخب، طايحنا بريمي تور ما نزيدوش، بالتالي كاع بهذا الجو اللي نلعبوه والو اكسيون ما درناش. تحسب لا سويس هي اللي خاسره 2-0، لا سويس لعب بولا عندنا وحنا اش نقولوا الرول. تمام التمام. اقول لك على حاجه، سخن الطياره يا اخويا يا غالي، سخن الطياره عشان الجزائر تخلص المباراه وهتروح تلم الشغل. مفيش نوم، مش هيناموا، ممنوعين. اقول لك على حاجه، مفيش طياره، كل واحد يرجع بمعرفته. كاليفيكاسيون تاع المنتخب السويسري اسهل تاهل لحد الان، بدون جهد، بدون اصابات، بدون بطاقات. لعبوا شغل ماتش اميكال مضمون باش يربحوه، لعبوا يعني الاز خلاص. شغل فاتوا الخطوه هذه، الدور هذا شغل ما كانش. كاليفيكاسيون ديريكت بعد الدور الجاي. تا بلوكا ماشي لوكا، خيرت ليكيب ناسيونال غير باش تلعب المونديال. ايا بصحتك لعبت المونديال، ماذا بيك تفحت علينا، راك هاز ساكودو معمر بيوتا. نشوفوا ليكيب اللي دخل بها بيتكوفيتش كانت باينه من الاول. كنا نشوفوا بلي الماتش تاع نيجيريا راح يتعاود، نفس التشكيله اللي لعبنا بها مع نيجيريا، نفس الاخطاء اللي درناهم مع نيجيريا. 1000 في الشهر ما يقدرش يتجاوز سويسرا. كانوا خايفين مننا في كاس العالم علشان يفوزوا المغرب برابع كاس العالم. عودوا الى الجزائر، لا نريد منكم شيئا، علشان انتم ما عندكوش حاجه تقدموها، لا منتخب ولا دفاع ولا هجوم. منتخب سويسرا وانا شايفه من اضعف المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم، جابت جونين. اتاهم منتخب ضعيف، منتخب تصنيفه 16، منتخب ضعيف، ويطلعهم بالرأفه، وكانت المفروض تكون 5. أنا بسأل سؤال، ليش المغرب كسبت هولندا وتجرأت وأذاقت هولندا وهم خسروا من سويسرا؟ منتخب مليح، ما خسر والو، خسر غير 11 لاعب. هذا مكان لا خطة، لا تشكيلة، لا تكتيك، لا كوتشينغ، لا هجوم، لا دفاع، لا ضغط عالي، لا بنادم، لا مدرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. على والله صحيح يا اخي، اسستم سهرتونا على الفاضي، سهرتونا. تدرون عندنا بيش الساعه بالعراق؟ تدرون عندنا بيش الساعه ب6 الصبح لحد الساعه ب8 نتابع مباراه الجزائر. بس والله فريق بدون روح، اقل مجهود. ده انا ما شفتش السويسريين بيجروا، ده ما بيجروش. فين الحميه بتاعت المنتخب الجزائري؟ فين السخونيه كده وردة فين الغضب يا ابني؟ وين تعمل في منتخب اخر ولا فريق اخر، ولا روح شوف وين تلعب. هذا الناس اللي جاوا قال لك هذا ردنا كي يربح الأردن ساكن، قال خلينا نزيد يدخل التاريخ. كي ربح الأردن قال لك هذا وردنا. الناس اللي قالت بأنه اللاعبين باردين،
هاي كره القدم. انتم تقارنوا راسكم مع اسود الاطلس، انتم تقارنوا قال لك كون الجزائر دازت المونديال ديال قطر ما كانش المروكي وصل نصف النهايه. سيروا منتخب الرميد، منتخب شهاده الضعف، اصلا دزتو غير مع هذا النظام الجديد ديال الفيفا اللي كيدوز ثلاثه، ما انتم ما كانش خصكم تلعبوا هذا الماتش مع سويسرا. كلشي غيدور بارابولات لعندنا، الله يحفظنا وصافي، الله يبعد علينا شر الخلق والله يبعد علينا الحساد، حيت راه فريمون خوتي دابا راه كاع افريقيا كامله غدور بارابولات لعندنا. هادي ديفونس تاع الدفاع تاع واسمو هذاك تاع جنانتي يا خو، هادي ديفونس تلعب كوب ديمون، يا مزيان خسرت كونتر سويسرا، يا ودي كنروح تلعب كونتر سما هذيك هادوك شغل اللي يتعاطاو لويس دياز لعبوا كرة قدامهم، فأداء غير مقبول، أداء غير مقبول من الجزائر فعلا. أنا زعلان جدا على الجزائر، وأداء يعني ما يعجبش ولا يرضي جمهور الجزائر أبدا. هاي جوال يتعقدوا لك، واحد لعب لك تيبوات لاريان، الشعب الجزائري كاع حياها. انا قلبي بغا يحبس، تمنيتك تقنط رواق ما والو حبيبي. بمعرفته زي ما في دولة كده مش عارف الأوروغواي عملوا مع الفرقة، قالوا ما فيش طيران خاصة، يلا ارجع مع نفسك، ارجع بحساب على حسابك، ارجع يلا على حسابك ارجع. ايه اللي بيحصل للجزائر ده؟ فريق بدون روح، ما كان والو، ما كان هذاك لا حماس لا والو، شغل حنا قاعدين نتفرجوا وقانعين باللي ما فيهاش. حفيظ الراجي قانع باللي ما فيهاش، لي جوار قانعين باللي ما فيهاش. لعب بها مازا بالفوناف اللي كان يلعب به، غم الاداء تاعو. صح هذوك رانا اليميني ورانا رحنا للدار، قول لي برك وين راهي الفايده كي تجيب 4 لي غارديان وتجيب افون سونتر واحد، وكي تزيد تجيب لاعبين موهوبين وما ديرش لي شونجمون ما تلعبهمش، انت تلقي 9 اهداف في 4 مباريات. كاين واحد المنتخب ما نقولش اسمهم، خزانات وراهم يجروا في السطاد، حجر وراهم يجروا. يلا باي باي. دابا عاد كاس العالم، عاد الحلاوه كاس العالم تبدا. دابا تهنينا صداع الراس والمؤامرات والتخربيق صافي نتهناو، دابا غتبقى كاس العالم نقي.